السلام عليكم. حضرتك تروح تعمل تحليل او سونار لاي سبب، وفجاه الدكتور يقول لك عندك شويه دهون على الكبد، ومن هنا تبدا يجي في دماغك اسئله كتير. يعني ايه دهون على الكبد؟ والدهون دي خطيره ولا لا؟ والاهم، الدهون دي بتتعالج ازاي؟ في الفيديو ده باذن الله هجاوب لك على كل الاسئله دي بالتفصيل. الكبد في الطبيعي بيكون فيه نسبة بسيطة من الدهون، بتوصل من 5 ل 10%، لكن لما النسبة دي تعلى وتبدأ الدهون تتخزن أكتر جوه خلايا الكبد، هنا بنقول إن الشخص ده عنده كبد دهني. يعني ببساطة الخلايا اللي المفروض تكون شغالة على تنظيف الجسم من السموم ومعالجة الأكل والدهون، هي نفسها بدأ يتكون جواها دهون، وبالتالي الكبد يبقى مرهق وكفاءته تبدأ تقل. السؤال المهم، إيه اللي يخلي الدهون تتراكم في الكبد؟ أغلب الأسباب راجعة لأسلوب حياتنا، وأول سبب وهو الاكل الغلط اللي بناكله كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. الوجبات السريعه والمقليات والدهون المشبعه والسكريات والعصاير الجاهزه والمياه الغازيه، كل الحاجات دي بتحمل الكبد فوق طاقته، خصوصا الفركتوز اللي موجود في العصاير الجاهزه والمياه الغازيه. ويا سلام لو مع كل ده الشخص ما بيتحركش، فتبدا الدهون تتراكم واحده واحده، وخصوصا الدهون الحشويه او الفيسرال فات اللي بتتكون حوالين الاعضاء الداخليه. الدهون دي ما بتقعدش ساكته، دي بتفرز مواد بتعمل التهابات مزمنه في الجسم، والمواد دي بتقلل حساسيه الخلايا للانسولين، فيفضل السكر والدهون عايمين في الدم بدل ما يدخلوا جوه الخلايا. فالكبد يحاول ينقذ الموقف ويمتص الدهون دي ويخزنها جواه، ومع الوقت نسبه الدهون تعلى في الكبد وتعمل التهابات وتاثر على كفاءته. وفي سبب تاني مش منتشر في بلادنا كتير، وهو شرب الكحول، وده سبب خاص لنوع اسمه الكبد الدهني الكحولي. الناس اللي بتشرب كحول ده السبب الرئيسي. الكبد هو المعمل الاساسي للكحول، واثناء تكسيره بتطلع مواد سامه بتاذي خلايا الكبد نفسها. مش بس كده، العمليه دي بتخلي الكبد مش قادر يتعامل مع الدهون اللي جايه، فياخد الدهون دي ويخزنها جواه بدل ما يحرقها، ومع الوقت الدهون بتزيد والخلايا تتعب ويبدا الكبد يتاثر بشكل كبير. عشان كده الكبد الدهني الكحولي اخطر. الكبد الدهني ما بيحصلش فجاه، دي رحله طويله بيمشيها الكبد واحده واحده على 3 مراحل. المرحله الاولى وهي سمبل فاتي ليفر، الكبد الدهني البسيط. في المرحله دي الدهون بتبدا تتخزن جوه خلايا الكبد بس من غير ما تعمل ولا التهابات ولا تدمير في الخلايا، وما بيكونش فيه اي اعراض خالص تقريبا، وعلاجها بيكون سهل. يعني الشخص لو ظبط اكله ووزنه الكبد بيرجع طبيعي. المرحله الثانيه الدهون تبدا تعمل التهابات، والمريض ممكن يحس بتعب او خمول او وجع بسيط في الجنب اليمين، ودي المرحله اللي لازم ناخد فيها الامور بجديه اكتر، عشان لو الكبد اتساب كده للاسف هنبدا ندخل على المرحله الاخطر، هي تليف الكبد. خلايا الكبد اللي اتاذت على مدار سنين تبدا تتحول لانسجه ليفيه، والكبد يبدا يفقد قدرته على تنقية الجسم من السموم. هنا تبدا تظهر الاعراض القويه زي اليرقان، اصفرار في العين والجلد، تورم في الرجلين، فقدان في الشهيه، وضعف عام. المرحله دي هي الاخطر وبتحتاج متابعه دقيقه مع دكتور كبد متخصص. العلاج في الكبد الدهني بينقسم لجزئين، الجزء الاكبر لنمط حياتك والجزء الثاني للعلاج على حسب الحاله. اول حاجه تعديل نمط الحياه، ده الاساس اللي مفيش علاج ينفع من غيره. رقم واحد خساره الوزن، دي اهم واقوى خطوه، مجرد ما تخس من 5 ل 7% من وزنك الكبد يبدا يرجع طبيعي. رقم اتنين الاكل الصحي، الخضار وفواكه، واهتم بالبروتينات الصحيه زي الفراخ المشوي والسمك. رقم ثلاثة ومهمه وهي الحركه، مشي سريع نص ساعه في اليوم بيعمل فرق كبير. طبعا لو بتشرب كحول لازم توقفه تماما. الجزء الثاني من العلاج وهو الادويه، لكن الاهم وهكررها تاني، مفيش علاج في حالات الكبد الدهني من غير ما تظبط اكلك وتظبط وزنك. طب يا دكتور انا وزني كويس، اقول لك يا فندم في ناس وزنهم طبيعي وبيجي لهم كبد دهني، اما بسبب قله الحركه او السكر او بعض الادويه. اي نعم السمنه هي سبب رئيسي، لكن مش كل الحالات. الموضوع محتاج منك متابعه وتحاليل، مش مجرد انا حاسس اني كويس، خصوصا لو عندك تاريخ عائلي لامراض الكبد والسكر. الكبد الدهني ممكن يبدا بسيط وينتهي لا قدر الله بمشكله كبيره، بس الجميل في الكبد انه بيتجدد، يعني لو لحقته بدري بيرجع زي الاول. وبس كده، يا رب اكون عرفت اقدم لحضراتكم معلومات مفيده. والسلام عليكم.